قسم راسي. طبعا اني انا ما كنت موجود في الاستوديو في مباراة اليوفي، ولكن تكلمت عنه في تويتر، تكلمت عنه في حلقة سكوديتو، تكلمت في كل التفاصيل، ولكن مع الاسابيع ان شاء الله راح اكون في الاستوديو نعطيكم لمحات اكثر واكثر. لا والله ما يهون علي زعلك، بس مباراة تشيلسي كانت يوم الاحد، وانا بحكم شغلي بالكالتشو اضطريت اني اشوف اول شيء مباراة روما مع سالرنتانا، وبعدها شفت مباراة اليوفي. فمباراة تشيلسي وستهام ما شفت منها الا نص شوط تقريبا، وبعدها شفت الملخص. ما اقدر احكم، لكن بتويتر كتبت عن لقطة كايسيدو. يعني من متى احنا نقيم بعض اللاعبين على خطأ ولا خطأين، او نقيم لاعب شاب من اول مباراة؟ نصبر حبة حبة يا الربع. بالضبط، يعني من دون ان نتفلسف بشكل كبير، شنو نواقص الميلان حاليا حتى يكون فريق شبه مكتمل؟ لاعب نص رقم 6 يلعب امام مدافعين، عنده خصائص بدنيه، عنده قدره الافتكاك، قلب دفاع بما انه توموري قاعد يعيش كوارث للامانه. واذا تم تفريغ اوكافور كبديل للجناح الايسر مكان رافائيل لياو، فاعتقد ان الميلان يحتاج الى راس حربه، لانه مستحيل اني انا اعتمد على جيرو طوال الموسم. وحتى كولومبو لاعب شاب اعتقد راح تتم اعارته، يعني مو اللاعب اللي يشكل فارق كبير في الميلان، يعني بروفايل ماله فقط بديل. يا دي باول سنوات مع اودينيزي عرفناه بشكل دقيق يعني، وبعدها اتلتيكو مدريد، لكن انا اعتقد ان توهج هاللاعب في المنتخب الارجنتيني كان مرعب. الله يكرم السامع، في بعض الصحف تطلق عليه كلب الحراسه، بمعنى انه هو اللاعب اللي يجري بشكل كبير، دائما يغطي المساحات بالضغط العالي، ممتاز يعني شرس على الكره. فانا اعتقد ان ديباول اضافه لاي نادي. كتاب كواليس كرة القدم موجود على هالرابط، ويوصل لكل دول العالم بوقت قياسي، وعليكم الف عافيه. بالضبط يا سالم، كل شخص شاف مباراة ميلان لاحظ ان رافائيل لياو مضغوط، يبي يسجل هدف بشكل سريع حتى لو كان على حساب الفريق. فدقيقة 88 راوغ لاعبين بشكل ممتاز، وخلاص صار منفرد هو الحارس، كان يقدر يمررها حق اوكافور ويسجل ميلان، بس فضل انه يسددها طقت بالقائم. ما كان محظوظ في مباراة بولونيا، لكن ايضا ما قدم اداء كبير. بالضبط ابو عمره، ثيو لاعب ممتاز سريع يسجل اهداف لا ثقل، لكن لما يكون المزاج عالي ويركز في كرة القدم. اما اذا كان متهور تشوفه يتمركز بشكل خاطئ، تمريراته خاطئه، يراوغ بنص الملعب في مناطق الميلان، وبالتالي تنقطع من الكرة وتصير على الميلان هجمة خطرة. مرات ثيو تحس انه متكبر على الكرة، في لقطات سهلة يستهزئ فيها. لا يمكنني انسى موسم السكوديتو في مباراة فيورنتينا، مباراة خسرها ميلان 4-3. شوفوا هدف فلاهوفيتش، ثيو يستهبل والله. قصدك يونس موسى اللاعب الامريكي الواصل من فالنسيا، نهائيا ما يصلح كرقم 6. اللاعب مصرح وبيولي مصرح ان هاللاعب ديناميكي اكثر، حركي، بوكس تو بوكس، الكرة باقدامه رائعة، دائما عنده توجهات او ينطلق بشكل عمودي. الكرة الهجومية اللي عنده اقوى واعلى من الامور الدفاعية، فنهائيا لا. مو قصة اعجاب في كالابريا كثر ما هي ترتيب الاولويات. ميلان كان عنده تحسين الخط الهجومي وخصوصا الجهة اليمنى، فاخذ شاكويزي وبوليسيتش، وخذ بديل الجهة اليسار مع راس الحربة اوكافور، وغير خط النص كله لتعويض تونالي واصابة اسماعيل بن ناصر، رايندرز ولوبتس تشيك ويونس موسى. زين، فبيولي قال انا عندي 3 اظهرة يمين، كالابريا كالولو وفلورنزي، فما كانت اولوية. يعني حتى لما طلعت اخبار سينجو من تورينو قال هو ما يصلح لخطة ال4 مدافعين. فالقصة أولوية، مو مجرد إعجاب فقط. الله يهداك أبو سالم، مو الهمنا عبد الله الشكناني. عبد الله الشكناني أسوأ شخص ممكن يتوقع. أنا ممكن أحلل، أعطيك بعض البوادر، بس بالتوقعات على المدى البعيد سيء وصعب أتوقع الأمانة. أنا دائما أقول الفجوة ما بين أندية الدوري الإيطالي مو كبيرة، فأي فريق ياخذ اللقب بالنسبة لي ما راح تكون مفاجأة. لكن ما زال نابولي قوي، الانتر رائع، ما زلت معجب في السيستم لكرة الانتر. اليوفي ما عنده بطولات أوروبية، ممكن يكون مفاجأة. عموما اسم اليوفي ما أقدر أقول عنه مفاجأة، اسم ثقيل. أندية العاصمة لازم شوي تاخذ خطوة أعلى، روما ولاتسيو، فكل شيء ممكن. تدري شو المشكلة مشعل؟ إني أنا مرات أتكلم عن المباراة بتويتر بس، مرات بس بسناب، مرات بس بالانستغرام، فالناس تقول لي عبد الله انت ما تكلمت عن المباراه وما قلت هالنقطه.
بس انا متكلم عنه. المفروض اني اسوي نفس مساعد فوزان، اللي انزله بتويتر لازم ينزل بالانستغرام، لازم ينزل بالسناب. يمكن انا ما شرحت بشكل كبير كل نقاط مباراة اليوفي الممتازة خصوصا في الشوط الاول، لكن مو معناته اني ما تكلمت عنه. زائد ان احنا عندنا برامج في قنوات ابو ظبي الرياضية لخص الجولة، فحبة حبة. شوف السمي، هذه مشكلتي، اني انا مو متابع اللاعبين المحليين او اللاعبين العرب بشكل عام الا اللي يلعبون في اوروبا. فدائما كلامي عن اللاعبين المحترفين اللي وصلوا الدوري السعودي، بس اللاعبين المحليين ما عندي فكره والله نهائيا. ما اقدر احل الوضع شنو فائده الصفقه، لكن اقرا كلام الناس بتويتر وادري ان هي كلام كله قاعد يقولون ان هذه صفقه سوبر. فالف مبروك لكم، لكن لا تاخذ مني راي لاني والله العظيم ما عندي خلفيه عن الموضوع نهائيا. والله المفروض ان كل مباراه لها حساباتها، حساب فورمه اللاعبين. لكن ممكن نقول اونانا، دالوت. انا بصراحه دائما افضل دالوت على بيساكا. فاران ومارتينيز، لوك شو، ثنائيه كاسيميرو اريكسون ممكن تكون جيده، برونو فرنانديز، راشفورد، انتوني، والمهاجم اذا جاهز طبعا للحين مو جاهز، والمهاجم راس الحربه هويلاند. يعني ما ادري شنو ممكن يتغير، منو ممكن يكون عندهم بديل جيد. سانشو ممكن بديل للجناحين، لكن هذا بشكل عام. حاضر اتكلم عن ليفربول بس نشوف لهم مباريات اكثر، لاني ما زلت اعتقد ان هذا الرباعي دياز وخاكبو وصلاح وجوتا ادري في الملعب اشعر ضد الكبار ممكن ما يكون في توازن. نشوف شو وضع الياباني اندو، لكن بشكل عام صفقات ليفربول جيده، خصوصا انا معجب يعني خليك من سابوسلاي، لكن ماكاليستر رائع سواء مع برايتون او المنتخب الارجنتيني. فاعطونا فرصه نشوف ليفربول اكثر واكثر مع حده منافسه ونقيم الوضع بشكل عام. نوضح فكره سريعه. لنفترض ان في فريق عنده 3 لاعبين في الهجوم سوبر ستار، لكن منظومه الفريق سيئه، الاظهره سيئه، صناع اللعب سيئين، وبالتالي هذا الثلاثي المرعب راح يظهر بشكل سيء. بمعنى ان الهجوم والدفاع يعتمد على التيم وورك كله، المنظومه كلها، افكار المدرب، مو بس تاريخ اللاعب وامكانياته. لكن لو بنقول على الورق انا اعتقد ان في ادفانتج حق الاهلي والهلال. يعني الهلال مع نيمار ومتروفيتش ومالكوم، والاهلي مع محرز وماكسيمان وفيرمينيو. والله شيء فاخر، شيء عالمي جدا جدا جدا. عشان لا يفهم كلامي غلط على اساس انه هو لاعب ميلان لازم نمدحه، لا بالعكس، انا اكثر واحد انتقد لاعبين ميلان. لكن رايندرز رائع كلاعب خط وسط من التحضيرات الصيفيه الى مباراه بولونيا. لاعب في التنشيط الهجومي ممتاز، افضل لاعب في الميلان امس، ينقل الفريق من حاله دفاعيه لحاله هجوميه. اليوم حطوا احصائيه ان عنده 27 تمريره بنسبه 100%، يعني كل تمريراته كانت صحيحه، وعنده اسيست الهدف الاول. رائع. وين الكابتن؟ امشي ترى خلصت اسئلتي مع الناس. لا الثقة عند الناس. لا بالعكس والله انا كل اللي عندي ايجابيتين بعد بحب اضيقهم. يحب يحب ان ياتي متاخر